السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قبل أي شيء اشترك في القناة وحطوا لايك علشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. معانا منزل للبيع، مساحة 175 متر. 175 متر، بسم الله ما شاء الله. المنزل معمول قواعد وعمدان وسميلات ومرمي السقف بتاعه. قطعة الأرض اللي قدامه يا جماعة تبع البيت، يعني البيت يا جماعه بسم الله ما شاء الله 175 متر، يعني داخل فيه في قلبيه جراج وفي قلبيه جنينه تبعه. حته الجنينه، حته القطعه ديت عاملينها جنينه تبع البيت. ودخلوا يا جماعه طبعا عاملين قطعه برضو في داخل المنزل عاملينها جراج. المنزل معمول له قواعد وسميلات وعمدان ومردوم، ومعمول ليه كمان البيبان والشبابيك بسم الله ما شاء الله. المنزل مساحته كبيرة، الله أكبر. الشقة أو المنزل من تحت معمول 3 أوض وصالة ومطبخ وحمام. معمول باب حديد، طبعا معمول له عداد مية وعداد كهرباء. طبعا يا جماعة في الشارع في قلبيه غاز، الشارع فيه غاز وفيه تليفونات وفي قلبيه صرف صحي. طبعا يعني المنزل في قلبيه صرف صحي. وطبعا يا جماعة التليفونات موجودة في الشارع، يعني ممكن توصل الانترنت يعني لبيتك. طبعا ممكن تقدم على الغاز، مفيش اي مشاكل. لكن المنزل في قلبيه 2 عداد ميه وكهرباء. المنزل مساحة 175 متر، داخله جراج وجنينة تبعه. وطبعا عاملين داخل البيت فيه عاملين جراج بسم الله ما شاء الله. المنزل الله أكبر كبير. المنزل يا جماعة موجود في الشرفة، منطقة الشرفة، قرية الشرفة. دي منطقة موجودة بعد حلوان بنص ساعة. حضرتك هتنزل محطة حلوان من المترو أو طبعا أي وسيلة توصلك لمحطة حلوان. حضرتك هتنزل المحطة وهتركب عربية الشرفة. عربية الشرفة بينها وبين حلوان نص ساعة بالظبط، نص ساعة بالظبط بينك وبين حلوان. هتروح قرية الشرفة. قرية الشرفة يا جماعة قرية معروفة، ما هياش مجهولة، وهي المحطة اللي بعد التبين على طول. لو حضراتكم تعرفوا التبين هتعدي على كمين 15 مايو وانت رايح قرية الشرفة. قرية الشرفة يا جماعة في قلبيها مدارس ابتدائي واعدادي وثانوي ومعاهد. المواصلات موجودة 24 ساعة، يعني حضرتك مش في منطقة مجهولة ولا متطرفة. طبعا يا جماعة المنزل موجود في قرية الشرفة. قرية الشرفة دي منطقة بعد حلوان بنص ساعة، بينك وبين حلوان 10 كيلو بالميكروباص. طبعا مساحة البيت 175 متر، جميع المرافق موجود يا جماعة. صرف الصحي موجود في البيت، مجاري ما هواش خزانات موجود يا جماعة. طبعا في الشارع موجود فيه موجود في قلبيه غاز وموجود تليفونات أرضي طبعا. لكن البيت في قلبيه 2 عداد كهرباء وعداد مية. البيت يا جماعة على نصيتين بسم الله ما شاء الله. المنزل كبير معمول على نصيتين. مساحة المنزل 175 متر، معمول له قواعد وعمدان وسميلات ومرمي السقف ومعمول له الشبابيك والبيبان بتاعته. وطبعا معمول داخله جراج وموجود في قلبيه جنينه، جنبه جنينه دي بتاعته يا جماعه. قطعه الارض دي بتاعته، هم صحاب البيت اللي سايبينها. قطعه الارض دي يا جماعه اهي اللي بكلمكم عليها تبع البيت، من مساحه البيت نفسه، يعني تبع البيت نفسه. طبعا البيت بسم الله ما شاء الله كبير، يعني طالع عن فوق قراته شويه. دخلوا العدادات طبعا معموله له، معمول له. ومن ميزه البيت ان معمول له عمدان وسميلات. البيت مضمون 100% يا جماعه، الاوراق مضمونه 100%. ولكن ده ما يمنعش ان حضرتك تسأل عن كل حاجة وتسأل على اي حاجة قبل ما تشتريها، لان طبعا حضرتك مش بتدفع فلوس وخلاص، لكن حضرتك بتحط شقاك، فلازم تسأل على الحاجة قبل ما تشتريها. والكلام ده يا جماعة انا بقوله في كل فيديوهاتي، وبقوله طبعا لله قبل اي حاجة. لازم يا جماعة تسألوا على الحاجة قبل ما تشتروها. طبعا البيت ثمنه او سعره 340 الف جنيه. سعر البيت 340 الف جنيه. فرصة يا جماعة، المنزل جميل بسم الله ما شاء الله. معاكم قناة منوعات منة ولوكا. ما تنسوش اشتراك في القناة وتحطوا لايك علشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.